استمر بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم الإرهابي التونسي يسري الطريفي رأس الفتنة الذي تسبب بإشعال الطائفية بين جميع الطوائف والأديان والمذاهب في العراق الحبيب، مؤكدين براءة أهالي المدينة من العمل الإجرامي الذي نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي بحق قبة بالتكبير والتهليل والشعارات المعادية للإمبريالية والأمريكية استقبلوا جثمان يسري الطريقي العديد من المجموعات السلفية الجهادية من كل أنحاء الجمهورية جاوا لصفاقس باش يحضروا جنازته. الله أكبر الله أكبر. حزنت وبعد بشوية بشوية تقبلت الوضع. كيف حكم عليه بالإعدام عاود تأثرت من الأول جديد. بعد كي غليت الاتصال ديما بين احنا وياه وليت أنا نهزله في المورال. أنا نهز المورال نتاع ولدي أنا نهزهوله. وقنعني بالشيء هو اللي يعمل فيه وأنا فخورة بالشيء هو اللي عمله. كنا على اتصال به وكانت رسالتنا رسالة دعم ومساندة للي قاعد يقوم به. رئيس قائمة حركة النهضة في صفاقس سي حبيب اللوز كان حاضر واعتبر أن يسري الطريقي شهيد واستدل بالحديث النبوي الشريف. قال عليه الصلاة والسلام للشهيد 7 خصال: أولا يغفر له عند أول دفقة من دمه، أول دفقة من دمه، بمجرد ما تنطلقك الدفقة الأولى من دم الشهيد يغفر له كل ذنوبه. المحامي عبد الوهاب معطر أحد مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية استعمل أيضا كلمة شهيد وقدم بعد سياسي لقضية يسري الطريقي. منصف المرزوقي وكذلك ظهر لي بعض الأحزاب الأخرى، قيادات الأحزاب الأخرى اتصلت بالسلطات العراقية وطلبت منهم توقيف الإعدام عن الشهيد، ووقع حتى تطمينات في هذا، لكن ما رأينا إلا أن وبنته آمنة نطالب بالتحقيق باش ياخذ مجراه، ولكن تعرف أن القضية ديما عندها منحى سياسي، بالتالي نريد زاد من السياسيين أن يتعاونوا معنا في هذه القضية. الشعبية في تونس العاصمة. بالنسبة لبشير بسنون لا يخفى عليكم أن الحركة الجهادية هي حركة عالمية ضد القوات الصليبية واليهودية الغاصبة لأراضي المسلمين أو وكلائها الذين يعملون بالوكالة لضرب الإسلام وضرب المسلمين، وكما قلت فيما سبق يضربون الإسلام من خلال الحركات السلفية. فرنسا التي أرسلت قواتها لقتال المسلمين في أفغانستان هي عدو للمسلمين، سواء كانت في أفغانستان أو كانت في مالي أو كانت في الجزائر أو في أي مكان. بشير بسنون الذي ضرب سفارة فرنسا في مالي قام بعمل جهادي يؤجر عليه، وعمله بإذن الله شرعي وصحيح، والحمد لله الذي من عليه بأن لم يعدم، وإن كنت أعتقد أن الشهادة خير له، ولكن الحمد لله على سلامته سيعود بيننا، ونسأل الله أن يمكننا وإياه من إقامة دولة الإسلام. سيف الله بن حسين زعيم السلفية الجهادية بتونس عنده رؤية أخرى مخالفة في قضية بشير. كان يشتغل في مجال الإلكترونيات واحد بين مالي وبين موريتانيا، ألقي عليه القبض وألصقت به هذه التهمة، وفرنسا أرادت أن تجعله كبش فداء فقط، أرادت أن تضحي به
حتى ولو بقي حكم الإعدام هو لن ينفذ فيه بإذن الله، لأنه مالي تقريبا من سنة 82 لم تنفذ حكم الإعدام، لكن هي أرادت أن تساوي ما به قاعدة الإسلام في قاعدة التوحيد والجهاد في المغرب الإسلامي، أرادت أن تساوي ما به. هذه هي القضية التي نحن لا ندرك أبعادها. ليش؟ لأنه لا يزال هناك أسرى فرنسيين لدى القاعدة، فيحكم على هذا الشخص، تلصق له به هذه التهمة من أجل المقايضة والمبادلة. هذه هي القضية من أولها لآخرها ونحن نفهمها. أما أنه أخونا بشير بسنون أنا أصلا لا أعرفه، أول مرة سمعت اسمه لما ظهرت هذه القضية. هذا الشخص لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بقضية السفارة الفرنسية، ألقي عليه القبض وكان ضحية لتنازعات بين القاعدة والحكومة الفرنسية فقط. سامراء بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم الإرهابي التونسي يسري الطريفي رأس الفتنة الذي تسبب بإشعال الطائفية بين جميع الطوائف والأديان والمذاهب في العراق الحبيب، مؤكدين براءة أهالي المدينة من العمل الإجرامي الذي نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي بحق قبة الإمامين الطاهرين في سامراء. إعدام الإرهابي التونسي اليوم الذي اشترك في تفجير مرقد الإمامين في سامراء الذي أراد منه الفتنة الطائفية في العراق أكبر دليل على أن أهالي سامراء هم بريئين كبراءة الذئب من دم يوسف، ونتمنى في الأيام القادمة أن يتم إلقاء القبض على المجرمين الباقين أو الإرهابيين الباقين ويتم إعدامهم. أريد نكشف عن الباقين اللي فجروا وساندوا بعملية التفجير اللي راحت بعدها ضحايا وأبرياء من هذه المدينة وغير المدينة هذه. هذا التونسي من حقه أن يعني نعدم، لا نسوي شيء ما حد مسويه. احنا فرحانين وممنونين جدا من الاجراءات الامنيه التي تساعد على كشف الحقائق وابعاد يعني الظلم عن المظلومين وتحقيق الحق. سياسيون وأكاديميون أعدوا تنفيذ حكم الإعدام بحق الطريفي تحقيقا للعدالة والإنسانية، وأن رفض طلب الرئيس التونسي المطالب بالإفراج وتخفيف العقوبة عن الطريفي دليلا واضحا حول استقلالية القضاء العراقي وبعيدا عن التسييس. قرار أفرح وأثلج جميع قلوب العراقيين، وهذا القرار يعني حقيقة كنا ننتظره من وقت طويل لتبرئة جميع العراقيين الذي اتهموا في تفجير الإمام وهو كان سبب لإشعال فتنة بين السنة والشيعة. ونحن من هنا نقول لا فرق بين السني والشيعي، ونحن عراق واحد من الشمال وإلى الجنوب. هذا الإجراء هو بالتأكيد يعني إجراء حازم وصارم ويستحق إنزال أقصى العقوبات به، ولكن هناك تساؤل من قبل أبناء قضاء سامراء. نحن نرجوك إمامي يا رجاء، وتناديك دموعي يا ضياء، ما لنا إلا في الدنيا دعاء، نرتجيك سيدي أنت الوقاء، نرتجيك سيدي أنت الوقاء، نرتجيك سيدي أنت الوقاء، أنت عدل وعلام، أنت شمس للأمام، أنت مصباح الظلام، أنت يا راحي الألام، ما هو الجور حكام من محبك انتقام، يداس بالغدام واتهمنا بالتهام، كفانا هم كفانا أبا صالح، عجل دور يا منصور أبا صالح.
عجلتون يا مولاي فنحن اليوم في محنة نقاطي سيدي هماء وصرنا نشتكي الفتنة حرمنا طلعة النور وليل في الحشاء الناس ودين يشتكي هرماء